السلام عليكم حبايبي، رمضان كريم عليكم. اليوم فيديو جديد راح اسويه وياكم 5 مقبلات سهلة وسريعة. ابدي بالمقبلات الاولى متبلة الخيار والجزر، خيارتين وجزراتين اقطعهن شرايح خفيفة او حسب الرغبة. هسه اخلص الجزرات ابدي بالخيار. وياه النعناع اخضر، وياه النعناع وملح وكمون، ربع كوب من الكاتشب، وربع كوب دبس الرمان، ملعقة كبيرة عصير الليمون، ملعقة كبيرة زيت الزيتون. أخلطهن كلهن، كمون والثوم والملح والنعناع، أخلطهن جيد وأضيف الجزر والخيار. أخلطهن جيد. هاي أول مقبلات خلصناها، بس أخليها بالعلبة. حبايب قلبي خلصنا من الوصفة الأولى، هسه راح نبدي بالوصفة الثانية، سلطة الفتوش. أول ما نبدي ناخذ نص راس خس مثرمة خشن، 3 طماطيات انترمن مكعب، أخذ حجم وسط خيارتين أثرمهن مكعب، راس بصل حجم صغير أو نص راس حسب الرغبة أثرمه شرايح، ورق مال بصل أخضر هم أثرمه ناعم وحسب الرغبة، أي شي تقدرون تخلوه بعد بكيفكم. نعناع هم أثرمه ناعم. هسه أخلط المواد كلها. هسه ربع كوب من زيت الزيتون، وربع كوب عصير الليمون، ملعقتين دبس الرمان، ملعقة ملح. هسه أخلطهم كلهم جيد. أقطع خبز الصاج قطع مربعة أو أصابع أو حسب الرغبة. هسه راح أحمصه. خليه يبرد وبعدين أخليه على الزلطة. آخر شي أضيف له دبس الرمان. هسه نبدأ بسلطة اللهانة الحمراء. نصف راس من اللهانة الحمراء نثرمها ثرم ناعم شرايح أو حسب الرغبة شلون ترمونها بعد براحتكم. ملعقة من الملح، عصير الليمون ربع كوب، ملعقتين من الدبس الرمان، وملعقة زيت الزيتون. نخلطها جيد. هاي خليتها بالعلبة. هسه هاي آخر شي. الوصفة الرابعة للهانة البيضة. نقطع نصف راس لهانة بيضة، واحد جزر ثرم، أنا ثارمته مكعبات، ملعقة سكر، نص كوب مايونيز. نخلط جيد. حبايب قلبي هاي آخر شي من سلطة اللهانة. حبايب قلبي هاي الوصفة الخامسة والأخيرة، طريقة جاجيك. أول ما نبدي نثرم خيارتين حجم وسط، فصين ثوم، 5 ملاعق من اللبن،
رشة ملح، رشة كمون، ملعقة نعناع. حبايب قلبي خلص الجزء الأول من المقبلات، وإن شاء الله أنزلكم جزء ثاني قريبا، وأختم الفيديو بفطورنا المتواضع. لا تنسونا باللايك وتفعيل الجرس.